مسا على كل عشاق دحيح الأفلام. فيلمنا النهاردة اسمه إشيلون كونسبيرسي، وبيحكي عن تليفون سحري بيقتل الناس وكمان بيخليهم يكسبوا ملايين الدولارات، بس علشان تكسب لازم تكون. ما تيجي نشوف. بيبدأ الفيلم بست وهي داخلة محطة المترو، تفضل واقفة عند القضبان مستنية المترو يجي. وقتها الست كانت مريبة لأنها كانت بتبص في التليفون كل شوية زي ما تكون بتتبع تعليمات حد، وبيجي للست على الموبايل مسج وبيكون فحواها إنها تنزل تمشي على قضبان المترو وتقف عند حيطة رقمها 1114. والست المجنونة سمعت الكلام ونزلت، وفجأة حست إن في رياح قوية جاية ناحيتها، وبتبص على القضبان بمنتهى الرعب وبتتفاجئ إن في مترو جاي ناحيتها، وإن بتطلع الست تجري بجنون علشان تنقذ نفسها من الموت، وقبل ما المترو يخبطها نطت الناحية التانية بسرعة وهي هتموت من الرعب. وقتها كانت فاكرة نفسها نجدت روحها، ولكن بتتصدم بمترو جاي تاني من الناحية التانية وبيشيلها في طريقه، وبتموت الست فورا بعد ما اتقطعت مليون حتة. وبعد كده بنشوف واحد اسمه ماكس، وماكس ده كان مهندس برمجيات كبير جدا وشغال كمان في شركة كبيرة وليها اسمها في السوق، وواضح ان ماكس كان رقم واحد في الشركة. ولكن وقتها ده كان اخر يوم لماكس في الشركة بتاعة تايلاند، لانه خلاص راجع امريكا موطنه الام. وبعد كده بيخلص شغله وبيطير على الفندق اللي نازل فيه، وهناك موظفة الريسبشن بتسلمه الطرد جاي علشانه من شركة شحن. وقتها كان الطرد من غير اي بيانات، وما يعرفش ولا ماكس ولا الموظفة مين اللي بعته. وهنا بيطلع ماكس الأوضة بتاعته وهو مستغرب، وبيفتح الصندوق اللي جاله وبيتفاجئ ان موجود فيه علبة شيك جدا وجواها تليفون مريب وغامض. وقتها كان في رسالة جاية على الموبايل من رقم مجهول، والمسج كان مكتوب فيها ما ترجعش دلوقتي امريكا علشان الفندق اللي انت فيه قلل الاسعار بتاعته لنص الثمن لحد اخر الاسبوع. وقتها ماكس بيتصل بالريسبشن علشان يتاكد من الكلام ده، وبيطلع فعلا الكلام ده صح. وهنا بيضطر ماكس يستغل الفرصة ويزود يومين كمان في الفندق، وبعد كده بينزل ماكس تحت صالة الفندق علشان يستمتع بالاجازة. ولكنه وقتها بيصدم لما بيعرف ان الطيارة اللي المفروض كان هيركبها ويرجع بيها امريكا وقعت، وكل الركاب اللي فيها ماتوا. وبعد كده تيجي مسج الماكس على التليفون وقت دهشته، وكان مكتوب فيها اشتري اسهم ليك في شركة سايزور. ولكنه وقتها بيتجاهل كلامه وبيطنشه. وفي الوقت ده ماكس كان فاكر موظفة الاستقبال هي اللي بتبعت له الرسائل دي كلها، وانا بيروح يتكلم معاها، ولكنها بتعرفه انها ما تعرفش اي حاجة عن الرسائل اللي هو بيتكلم عليها، وانها في حالها ولا تعرفه. بعد كده بيطلع الأوضة بتاعته وهو مش فاهم حاجة، وبيحاول وقتها يتصل بشركة التليفونات علشان يحاول يعرف منهم مين اللي بيبعت له رسائل بشكل غريب زي كده وبيتحكم في حياته. ولكن وقتها الشركة بتعرفه ان صاحب الرقم ده مجهول ومش متسجل عندهم. وفي اللحظة دي بيركز في التليفون وبيعرف ان شركة سايزور الاسهم بتاعتها زادت بشكل كبير في البورصة بنسبة 313%. وانا ماكس بيبص للتليفون وهو مصدوم ومش فاهم حاجة، وبيبدأ يشك ان الموبايل ده بيتوقع بالمستقبل. وتاني يوم لما بيصحى بيلاقي مسج جايله مكتوب فيها سافر لدولة الشيك. وهنا بيقرر يسافر على الفور، واول ما بينزل في الشيك بيقابل سواق اسمه يوري، وبيرد عليه يوصله للفندق بمقابل قليل جدا. وبيوافق ماكس على الفور، ولما كان راكب التاكسي مع يوري جات له مسج ان في ثروه كبيره مستنياه في الشيك بتاعته هو لوحده. وهنا وقتها يوري بيلاحظ الموبايل بتاع ماكس وبيعرفه انه شكله تليفون حديث ومش مع ناس كتيره. وهنا يوري بيسلمه الكارت بتاعه وبيعرفه انه خبير في التليفونات وممكن يساعده لو احتاج منه اي حاجه في اي وقت. وبعد كده بعد يوم طويل بيوصل ماكس الفندق اللي نازل فيه، وقتها جات له مسج وهو في الفندق انه يروح عند الجهاز رقم 13 الموجود في الكازينو ويراهن بكل فلوسه 3 مرات، وفي المره الرابعه يكسب فلوس كتيره جدا. وبعد كده بيروح عند الجهاز رقم 13 وبيلاقي واحد بيلعب عليه وبيضطر يديله 100 يورو علشان يسيب المكان ويقوم، والراجل فعلا بيسيب المكان. وبعد كده بيقعد ماكس مكانه علشان يلعب، وفعلا بيكسب ماكس في المره الرابعه 100,000 دولار. وقتها الامن بتاع الكازينو كان بيتابع اللي بيحصل من خلال الكاميرات بتاعه المكان، وقتها كانوا بيشك انه بيضحك عليهم او بيغش بسبب الفلوس الكتيره اللي كسبها. وبعد كده بتجيله رساله تانية مكتوب فيها انه يراهن بكل فلوسه على ترابيزه قمار رقم 6. وبيسمع ماكس الكلام وبيقوم يجرب حظه على الترابيزه، وفعلا بيكسب 200,000 دولار. وبيحاول الامن يعرف ازاي بيكسب الفلوس دي كلها.
وبيقدر يلاقي في الاخر انه بيستخدم التليفون بتاعه علشان يفوز بالفلوس دي كلها، وبيبعتوا له واحد وبيروح على الفور هناك علشان يحاول يوقفه عن اللي بيعمله، وبيعرفوا ان التليفون ممنوع في المكان هنا. ولما بيخرج بعدها ماكس من المكان بيتصل بيوري سواق التاكسي لانه محتاج يوصل الفندق بسرعه علشان يحول الرسائل اللي بيجيله للنظام الصوتي علشان ما حدش يشك فيه. وهنا يوري بيعرفوا انه هيجيله حالا دلوقتي لانه مسافر روسيا كمان ساعتين. وبعد كده بيطلع ماكس الفندق وبيشوف واحده اسمها كاميلا وهي بتتخانق مع الاكس بتاعها، وطبعا بما ان ماكس شهم فطبعا هيتدخل علشان ينقذ كاميلا من ايد الوحش اللي بيحاول يتهجم عليها. ولكن هنا الراجل بيضرب ماكس وبيقع على الارض فاقد للوعي. وقتها البنت كاميلا كانت تبع الراجل والاتنين كانوا عملاء وكانوا عاوزين ياخدوا شريحة الموبايل بتاعه. وبعدها فماكس وهنا كاميلا بتعمل نفسها بريئة وبتعتذر له على اللي حصل. وبعد كده يوري بيتصل بيه وبيعرفوا انه وصل ومستنيه. وهنا بينزل ماكس وبيقابله وبيسلموا التليفون علشان يحول له التليفون للنظام الصوتي، وكمان خد منه السماعة علشان يسمع بيها، وبياخد منه يوري فلوسه. وبعد كده ماكس بيدخل الكازينو مرة تانية، ووقتها بيجيله رسالة انه يراهن في اللعبة على الجهاز اللي موجود في الجناح الشرقي. وانا بيدخل ماكس يجرب حظه وبيتفاجئ انه كسب 3 مليون دولار. وان الناس كلها كانوا فرحانين بيه وقاموا يهنوه ويسقفوا له. ولكن وقتها جه الامن وطلع يجري وراه وحاول ماكس يهرب منهم، ولكن بيقابل في وشه محقق اسمه المحقق جراند، وبياخدوا سيف في وشه وبيقلبه على الارض وبيقبض عليه. ولكن في اللحظه دي بيجي واحد اسمه جون، وده كان مسؤول امن الكازينو، وطلب من المحقق جراند ياخد ماكس علشان يحقق معاه ويعرف منه ازاي كسب الفلوس دي. ولكن المحقق جراند رفض وخد ماكس وخلع بيه. وبعد كده بيوصل بماكس لمكان مهجور علشان ياخد راحته معاه في التحقيق. وهنا المحقق جراند حاول يهدد ماكس وعرف انه لازم يعترف بالحقيقه والا هيعمل معاه الجلاشه بتاعه الواد حماده. وهنا طلب منه المحقق جراند يفهم حكايه الموبايل اللي معاه والرسائل اللي بتجيله. وهنا ماكس عرفه انه ما يعرفش حاجه والتليفون ده استلمه لما كان في الفندق في تايلاند. وهنا المحقق جراند بيقتنع بكلامه وبيقابل بعدها جون وبيعرفوا بنتيجه التحقيق، وكمان بيعرفوا ان التليفون ده كان موجود مع ناس كتيره قبل ماكس، وكان بيجي لهم كلهم رسائل مجهوله، والرسائل كان بيطلب منهم فيها انهم ينفذوا كلامه مقابل انه هيخليهم يكسبوا فلوس كتيره. والطمع كان مالي عينيهم وكانوا بيوافقوا، لكن كلهم ماتوا في الاخر. والمحقق جراند بيعرف جون كمان انهم متابعين حكايه التليفون دي من زمان جدا، ولحد دلوقتي مش قادرين يعرفوا قصته ايه ومين اللي بيمتلكه. بيحاول يبعت المسجات دي لصاحب التليفون. وانا بيقرروا ان ماكس يكون تابع ليهم علشان يحاولوا يعرفوا مين صاحب الموبايل ده. وقرروا كمان انه يرجع الفندق علشان يتعامل على طبيعته علشان صاحب التليفون يتواصل معاه طبيعي، ووقتها يقفشوه. وبعد كده جون بيروح علشان يقابل مولر صاحب الكازينو، وبيعرفين ان بسبب ماكس خسروا اكتر من 3 مليون دولار، وطلب منه يراقبه علشان يحلوا الموضوع. وفي الوقت ده ماكس كان قاعد في الاوضه بتاعته بيحاول يفكر في اللي بيحصل له. وقتها كاميلا بتتصل بيه علشان يتقابلوا، ولما بينزل لها بيحكي ليها عن نفسه عن حياته. ولكن وقتها بيجي هنا واحد من امن الكازينو بياخد ماكس علشان يقابل جون والمحقق جراند اللي مستنيينه. وهناك المحقق جراند بيسلموا التليفون وبيعرفوا ان حط فيه جهاز تتبع علشان يراقبوه، وكمان طلب منه انه لازم ينفذ كل الرسائل اللي بيجيله مهما كانت ايه هي علشان يحاولوا يقفشوا صاحبه. وعرفوه كمان ان بعد ما يجيله 3 رسائل هيكونوا قدروا يحددوا مكان الشخص اللي بيبعت الرسائل دي. وانا بيوافق ماكس وبيروح الكازينو يتعامل طبيعي. وانا بيجيله رساله انه يلعب قمار على الترابيزه رقم 5 وكمان يراهن بكل فلوسه. وبعد كده مش بتيجي رسائل تانية لماكس وبيخسر في الوقت ده كل الفلوس اللي كانت معاه. وانا بيجيله الرساله الثالثه وكان مكتوب فيها ان اللي حصل له تحذير ليه علشان قفل تليفونه ولو فكر يقفله تاني هيموت. وفي اللحظه دي بيتفاجئ بيرك مدير الامن القومي ان الشخص اللي بيبعت الرسائل دي كلها مكانه في المقر بتاعهم. وانا امر رجالته كلهم يقفلوا كل الاجهزه بسرعه. وانا بيرك بيتصل بالمحقق جراند وبيبلغوا ان صاحب الموبايل ده اخترق الاجهزه بتاعتهم ولازم يلغوا المهمه ويوقفوها. وانا بيروح واحد من رجاله المحقق جراند وبياخد تليفون ماكس وبيقفله على الفور وسط اعتراض من ماكس لانه خايف يموت حسب التحذير اللي جاله. وبعد كده بيفتح المحقق جراند التليفون وبيلاقي فيه مسج جايه لماكس مطلوب منه فيها انه يروح مكان معين الساعه 10. وانا بيركي طلب من المحقق جراند انهم يبعتوا واحد شبه ماكس للعنوان اللي طلب منه يروحوا. وبيروح فعلا واحد شبه ماكس وبياخد التليفون وبيجيله رساله يعدي الطريق. وقتها المحقق جراند وجون وكل القوات كانوا مستخبيين وبيراقبوا اللي بيحصل. وانا بيشوف شبيه ماكس ان الاشاره بتاعت المرور خضراء بيعدي الطريق، ولكن وقتها ده كان قدر واحد انه يهكر نظام المرور والاشاره الحمراء بتشتغل بسرعه. وانا بيموت شبيه ماكس بعد ما عربيه خبطته. وبعد كده بنروح لماكس اللي كان موجود في بيت كاميليا، والعماره اللي قدامه كان فيها
قناص بيجهز نفسه علشان يقتله، لكن كاميلا بتشوفه من الشباك وهنا بتنزل على الارض هي وماكس علشان ما يموتوش، والقناص بيفضل يضرب عليهم نار كتير وبيحاول يقتلهم. ده غير كمان انه كان في رجاله طالعين على السلم علشان يخلصوا على ماكس. وهنا كاميلا بتخبي ماكس في الحمام علشان تحميه، وراحت تحاول تجيب المسدس اللي تحت الترابيزه علشان تقتل العصابه اللي طالعين عندهم، ولكن وهي بتحاول تجيب المسدس بتتصاب برصاصه في كتفها من القناص. وبعد كده العصابه بيحاولوا يفتحوا الباب، ولكنها بتقوم ترشق سيخ حديدي في الباب وبيرشق في واحد منهم وبيموت. ولكن وقتها بيتمكن واحد من العصابه انه يدخل علشان يخلص على اللي جوه في البيت، ولكن كاميلا بتجري تنط عليه علشان تحاول تقتله، ولكن بسبب اصابتها كان هو اقوى منها، وهنا كانت هتموت كاميلا خلاص. ولكن بيخرج هنا ماكس في اخر لحظه من الحمام وبينقذها، وهنا كاميلا بتقوم وبتقدر تكسر رقبه فرد العصابه وبتخلص عليه. بعد كده بيوصل هنا جون وبينقذهم، وبيعرف هنا ماكس ان كاميلا تكون تبع جون والقوات، وقربت منه علشان تكون معاه لحظه بلحظه وتراقبه وتحميه في نفس الوقت. وفي اللحظه دي بتيجي مسج على التليفون، والمحقق جراندي بيشوفها وبيلاقي مكتوب فيها: انا عارف يا المحقق جراندي ان التليفون معاك مش مع ماكس، وشايفك حالا وانت قدامي. وبعد كده ماكس بيقترح على جون انه لازم يروح روسيا علشان يقابل يوري، لانه هاكر كبير ويقدر يتعامل مع كل اللي هم مش عارفين يحلوه ده. ولكن جون بيرفض اقتراحه، وهنا بيتعصب ماكس وبينزل من العربيه وهو مش طايق نفسه ولا الوضع اللي هو فيه، وبقى حاسس زي ما يكون في دوامه مش قادر يخرج منها. وهنا ماكس بيصمم على السفر، ولكن بيفتكر ان التليفون مش معاه ومع المحقق جراند. ولكن هنا جون بيعرف انه لسه معاه الشريحه اللي خدتها منه كاميلا، وبيقرر يديها له ويسافر معاه. وبعد كده بيوصلوا مع بعض روسيا، ووقتها بيركي كان بيراقبهم، وهنا بيعرف المحقق جراند وبيطلب منه يروح وراهم يرجعهم قبل ما يموتوا هما الاتنين في روسيا وما يقدروش يوصلوا لاي حاجه تانية. وبعد كده ماكس وجون بيوصلوا عند عنوان يوري، ولكن جون ما كانش طايق يوري وكان حاسس ان هو السبب كل اللي بيحصل ده، لانه غير منطقي انه يعرف عليه المساعده من نفسه من غير ما يعرف حاجه عن التليفون. ولكن هنا يوري يعرف انه ملوش علاقه بحاجه، وانه كمان سواق تاكسي في حاله، وفضل يستعطفه كتير لحد ما جون صدقه. وهنا يوري يعرفه انه في خلال ساعتين بس هيقدر يوصل لصاحب التليفون. وبعد كده ماكس وجون بيطلعوا يتمشوا ويشموا هوا لحد ما يوري يخلص. ووقتها جون بيعرف ماكس انه صاحب وزميل المحقق جراند، وكانوا هما الاتنين شغالين مع بعض في الشرطه الفيدراليه. ولكنه بعد فتره كبيره استقال من الشغل بسبب خلافات كتيره حصلت بينه وبين بيركي مدير الامن القومي، وده كان بسبب ان بيركي كان دايما بيتحكم في جون وحياته وبيؤمر بكل حاجه في الشغل، وجون ما كانش بيحب كده. وبعد كده بيرجعوا هما الاتنين مع بعض عند يوري، وهنا يوري عرفهم انه قدر يوصل لكل حاجه خاصه بصاحب التليفون ده، وان صاحب التليفون ده جاسوس في الامن القومي. ده غير كمان انه بيبعت الرسائل دي كلها من المقر علشان ما حدش يعرف مكانه. وفهمهم بعد كده ان التليفون ده عباره عن خدعه هو بيلعبها باتقان لاهدافه. وبعد كده حاول يثبت يوري كلامه ليهم علشان يصدقوه، ونعرفهم ان الطياره اللي المحقق كان المفروض يركبها من تايلاند وقعت ما كانش فيها بنزين، وعلشان كده هي وقعت. وان صاحب التليفون لما بعت رساله على التليفون لماكس خلى ماكس يظن ان التليفون ده فيه حاجه غريبه، وانه انقذه علشان يديله شغف وسبب انه يكمل معاه وينفذ كل كلامه. ويوري كمان فهمهم حكايه الفلوس الكتيره اللي كسبها ماكس، وعرفهم ان صاحب التليفون قدر عن طريق كاميرات المراقبه اللي في الكازينو وقدر يتحكم فيها كلها، وده بسبب شغله في الامن القومي، وانه عنده صلاحيات كتيره جدا تخليه يعمل كل ده بكل سهوله. وانا بياكد لهم ان اللي بيعمل كده شغال فعلا في الامن القومي. ولكن هنا بيشوفوا في الكاميرات ان في ضباط من الامن القومي جايين علشان يقبضوا عليهم، وهنا بيطلعوا يجروا بسرعه من الباب الخلفي وبياخدوا عربيه وبيهربوا بيها. ولكن الضباط شافوهم وكانوا بيطردوهم علشان يوقفوهم ويقبضوا عليهم. وبعد كده بيقف جون بعربيته بيشوف المحقق جراند وراه وبيحاول يوقفه، وهنا بيضطر جون يفجر عربيه المحقق جراند بعد ما حس انه جاي يقبض عليه او يأذيه. وهنا ماكس بيقرب من المحقق جراند وبياخد منه التليفون بسرعه، وهنا المحقق جراند بيعرفه انه ما كانش وراهم علشان يقتلهم، وانه جاي علشان يساعدهم بعد ما اتاكد ان في خاين وسطهم في مقر الامن القومي. وفي اللحظه دي بيوصل رساله على التليفون لماكس، وكان مكتوب فيها رساله بتقول له انه يروح شركه الكمبيوتر اللي كان شغال فيها زمان من 5 سنين. وهنا بيصدقوا المحقق جراند وبيتحركوا كلهم مع بعض وبيروحوا الشركه، وكمان كان معاهم فريق من القوات والشرطه علشان يقتحموا المكان ويتاكدوا منه انه امن. لما بيدخلوا المكان بيكتشفوا ان الشركه كلها مهجوره من سنين ومفيش حد موجود فيها نهائي. وهنا بتوصل رساله لماكس انه لازم يشغل النظام الامني بتاع الشركه. وهنا ماكس بيشغل النظام، ولكن بيلاقي ان مفيش اي داتا على النظام، وبالتالي مش قادر يفهم صاحب التليفون عاوز منه ايه. وبعد كده بيخرجوا كلهم من الشركه لما شافوا ان مفيش فايده من وجودهم. وبعد كده بيجي واحد من مساعدين المحقق جراند وبيعرفوا ان صاحب الشركه دي كان معاه التليفون زي
زي ماكس بالظبط، ولكنه مات من 3 سنين بعد ما سرق بيانات كل الأنظمة الأمنية الموجودة في أمريكا. وهنا بيدخلوا كلهم الشركة مرة تانية وبيعرفوا إن صاحب التليفون عاوز حاجة من الشركة دي تحديدا، لأنه اختار لتاني مرة واحد من الشركة وهو ماكس بعد ما قتل مديرها. والموضوع بيبدأ يوضح أكتر ليهم، وهنا فهم ماكس إن صاحب التليفون بيحاول يسرق بيانات النظام الأمني مرة تانية، وهنا بيحاول يوقفوا عن اللي هو بيعمله، ولكن بيجيله رسالة مكتوب فيها إياك توقف اللي بيحصل. وفي اللحظة دي بيكتشف ماكس إن صاحب التليفون قدر ياخد معلومات كل الحسابات الأمريكية البنكية لكل الشعب الأمريكي، ودي مصيبة كبيرة هتخليها يستحوذ على كل فلوسهم ومعلوماتهم. وهنا بيطلع المحقق جراندي وبيتصل ببيرك علشان يعرفوا كل حاجة بتحصل، وهنا بيتصدم لما بيعرف إن بيرك هو صاحب التليفون وهو اللي بيعمل كل ده من الأول. ده غير كمان إنه واخد من رئيس أمريكا ذات نفسه، وده علشان الحكومة تقدر تسيطر على كل فلوس الشعب، على أساس يعني إنهم كده بيحافظوا على فلوسهم وعلى مصلحة الدولة. وهنا المحقق جراندي وجون بيقرروا يقفوا ضد اللي هو بيعمله، وبينجحوا في إنهم يقتلوا كل رجالته اللي كانوا معاهم. وفي اللحظة دي بيقدر ماكس إنه يخترق النظام بتاع بيرك وبيوقف كل حاجة بتحصل في آخر لحظة. وبعد كده بيجي رجالة المحقق جراند وبيقبضوا على المحقق جراند وجون وماكس، وبعد كده المخابرات الأمريكية بتقبض على بيرك بسبب كل حاجة هو عملها. وبعد كده بيخرج جون وماكس وجراند من السجن، وبعد كده بتيجي كاميلا تستقبل ماكس وبيتسلموا شيك ب 3 مليون دولار مكافأة من صاحب الكازينو بسبب اللي ماكس عمله بعد ما أنقذ شعب أمريكا. وبعد كده يوري بيبعت رسالة لماكس بيبارك له فيها إنه قدر ينجز المهمة بأجمل شكل. وبعد كده بيطلع يوري ده كان ضابط روسي وعمل كل ده بالاتفاق مع القيادة الروسية علشان يقدر يحمي شعب أمريكا من السرقة اللي كانت هتحصل له. وبيخلص هنا الفيلم. أتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الأفضل دايما. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، واستنونا في أفلام كتيرة جاية قريب، وأشوفكم على خير ومع السلامة.